الراجل افتقد لكل حاجه في فكر المدربين وتكتيك المدربين وقراءته للماتش والحاله النفسيه والبدنيه والذهنيه اللي ظهر عليها لعيبه الاهلي النهارده. انا مش هحمل ريبيرو المسؤوليه، هو كده كده شايل وكده كده مش هيكمل مع الاهلي. ولكن نيجي لعيبه الاهلي اللي اتصرف عليها ملايين عشان تيجي، اللعيبه النجوم، اللعيبه اللي انا النهارده في لعيبه كده وفي سكوادات في بعض الفرق وزي الجيل الذهبي للاهلي كنا بنتكلم نقول عليه ايه؟ نقول والله العظيم انا لو جبت مدرب من الشارع، لو انا دخلت ادرب فرقه زي دي هتكسب. الاهلي عنده ده النهارده يا جماعه، الاهلي عنده ده النهارده، وخصوصا في الجانب الهجومي. الاهلي يمتلك كتيبه اعدام يا جماعه، كتيبه اعدام. لو جبنا اي واحد بيفهم كوره ب 2 جنيه ونص هيعرف يطلع من اللعيبه دي احسن اداء واحسن نتائج. لكن اللي بيحصل واللي ظاهر ان اللعيبه دي مش معده نفسيا بالشكل المناسب، اللعيبه دي مش متوظفه صح في الملعب، اللعيبه دي مش واخده الثقه الكفايه والدوافع الكفايه انها تأدي في الملعب. في حاجه غلط. طب ايه الحاجه الغلط يا عم حسام؟ اقول لك